أكبر غلطة ممكن تعيش بيها إنك تفضل طول عمرك تحاول ترضي كل الناس، لأن ببساطة مهما عملت عمرهم ما هيرضوا. وافتكر اللي بيرضى النهاردة ممكن يلومك بكرة. أنت مش مخلوق عشان تكون نسخة مثالية للناس، أنت مخلوق عشان تكون أفضل نسخة من نفسك. في الوقت اللي بتضيعه في مجاملة أو خوف من رأي حد فيك، ونفس الوقت اللي ممكن تستثمره في نفسك، تتعلم حاجة جديدة، تصلح عيب فيك، أو تحقق حلمك. بص الحقيقة، الناس هتتكلم سواء عملت الصح أو غلط، سواء تعبت أو قصرت، سواء طلعت فوق أو فضلت مكانك. فليه تخلي حياتك مرهونة بكلامهم؟ ليه تسمح لآرائهم إنها تسرق عمرك؟ اللي يستاهل تركز عليه مش رضاهم، اللي يستاهل هو تطورك. اسأل نفسك كل يوم: أنا اتعلمت إيه النهاردة؟ أنا حسنت إيه في نفسي؟ أنا أقرب خطوة قد إيه من حلمي؟ لو كل يوم بتحاول تكون أحسن من امبارح، صدقني عمرك ما هتحتاج شهادة رضا من أي حد. لأن النجاح الحقيقي هو إنك تكون راضي عن نفسك حتى لو محدش سقف لك. خليك فاكر، إرضاء الناس هدف مستحيل، لكن تحسين نفسك هدف حقيقي. الناس ممكن تنسى مجهودك، لكن نفسك عمرها ما هتنسى. اللي يضحك النهاردة على فشلك بكرة هيندهش من نجاحك. اهتم بنفسك، بوقتك، بطموحك. اقرأ، تعلم، طور مهاراتك، مارس رياضة، صحح أخطائك، اشتغل على نفسك بصمت، وخلي نجاحك هو الصوت اللي بيرد على كل انتقادات الناس. لما تركز على تحسين نفسك هتكتشف إن رضا الناس مش مهم زي ما كنت فاكر، لأن اللي يستاهل يفضل في حياتك هيحترمك زي ما انت. في النهاية، الحياة قصيرة جدا إنك تعيشها على مزاج غيرك. عيشها على مزاجك، لكن على أفضل نسخة منك.